تدور أحداث مسلسل القيصر، لا مكان ولا زمان. سجون الشيطان في عالم قاس تختلط فيه السلطة بالخوف والعدالة بالانتقام، حيث لا تكون السجون مجرد جدران وأسلاك، بل تتحول إلى حالة نفسية يعيشها الإنسان حتى وهو طليق. تبدأ الحكاية برجل عادي يجد نفسه فجأة في قلب مؤامرة أكبر منه بكثير، مؤامرة تسلبه اسمه وحياته واستقراره، وتدفع به إلى عالم مغلق لا تحكمه القوانين المعروفة، عالم تحكمه القوة والنفوذ والمصالح الخفية. مع تصاعد الأحداث يزج بالبطل في مكان يشبه الجحيم، بيئة خانقة مليئة بالوجوه الغامضة والقرارات القاسية، حيث يصبح البقاء للأقوى، وحيث يتحول الضعف إلى تهمة لا تغتفر. في هذا المكان يتغير كل شيء داخله، الألم الذي يتعرض له لا يكسره بل يعيد تشكيله. يبدأ بتعلم قواعد جديدة للحياة، قواعد لا مكان فيها للثقة المطلقة ولا مجال فيها للعواطف الساذجة. شيئا فشيئا يتحول من شخص مطارد إلى شخصية مؤثرة، تعرف كيف تقرأ الآخرين وتفهم نقاط ضعفهم وتستثمر كل تفصيلة صغيرة لصالحها. القيصر كما يطلق عليه لاحقا لا يعتمد على القوة الجسدية بقدر ما يعتمد على ذكائه وقدرته على التخطيط بعيد المدى. يدرك أن المعركة الحقيقية ليست في المواجهة المباشرة، بل في الصبر وفي تحريك الخيوط من خلف الستار. ومع كل خطوة يتقدمها تتكشف أسرار الماضي،